هو انت كزملكاوي متشائم من ايه؟ ركبك بتخبط من ايه؟ مع ان انت كزملكاوي عارف ومعترف ان الاعلام بيساندهم جدا عشان يقفوا على رجليهم بعد ما بيقعوا، وانت كزملكاوي مقتنع اشد اقتناع ان الاعلام بيصدر لك صوره وبيصور لك صوره كاذبه عشان تصدقها عن الاهلي. بس النهارده الاعلام قدر يضحك عليك وخلاك خايف، مع ان هو نفس الاعلام اللي انت مصدقه دلوقتي اللي قال عليك قبل ماتش الدوري لما كسبناهم 2-1 بهدفين الجزيري، قال عليك برضه قبل الماتش مش هتقدر ومش هتعرف والاهلي اقوى منك، وانت برضه كنت ساعتها خايف. فخايف من ايه؟ في الماتش ده برضه في الدوري كنا مرعوبين وعاملين يا نهار ابيض هنلاعب الاهلي ازاي؟ ده معلول بقى وعبد المنعم واحمد عبد القادر والشحات وايه؟ ومصر كلها هتلعب علينا، وانت نفسك استسلمت وانهزمت نفسيا وقلت انا هتغلب الماتش ده. طب فاكر احداث الماتش ده؟ فاكر اول 5 دقايق حصل ايه؟ زيزو اتصاب، فكلنا قلنا في نفس واحد المصايب لا تأتي فرادى. حتى زيزو الجامد اللي عندنا اتصاب وهنكمل 85 دقيقة من غير زيزو، وانا وانت وكلنا قلنا هنتغلب، صح؟ طب الموضوع يعدي كده بس؟ لا ما يعديش كده بس، فينزلوا عيل اسمه متيابة عنده 17 سنة وكام يوم يلعب الماتش. يلعب على مين؟ على علي معلول. انت كنت مقتنع ان ده ممكن يعمل حاجة اصلا؟ لا. انا نفسي كنت مقتنع؟ لا. اللي يحصل فيعمل ايه الواد الصغير؟ يمرمط علي معلول ويأكله النجيله. حصل ولا ما حصلش؟ حصل طبعا، ولو مش مصدقني هات الماتش واتفرج عليه. فانت خايف ليه؟ فنسكت؟ لا ما نسكتش. يحصل ايه تاني؟ في الدقيقه 32 احمد فتوح يتصاب، فنقول يلا بقى ما هي كده كده خربانه، ونفضل نلعب من الدقيقه 32 من الشوط الاولاني لاخر نهايه الشوط الاولاني يعتبر ب10 لعيبه. ليه؟ لان فتوح جوه الملعب مش عايز يخرج، مستني بس الاستراحه يمكن يتعالج وينزل الشوط الثاني، فنفضل نلعب ب10 لعيبه وهو واقف في الملعب. منظر مش ده حصل؟ حصل. فشاء ربك ان احنا كمان اللي نجيب الجون. احنا جبنا الجون في الدقيقه 44 لو تفتكر في الشوط الاولاني، الجون الاولاني بتاع الجزيري. فتيجي تبص تلاقي ايه ده انا بلعبهم من غير زيزو ويعتبر 10 لعيبه، في الاخر كمان بنهي الشوط الاولاني 1-0. فتقول ايه؟ انا وانت طبعا كمنهزمين اكيد الشوط الثاني هينزلوا يمصمصوا دمنا. نبدا الشوط الثاني على امل ان فتوح هيبدا، فنيجي نبص نلاقي ايه يا معلم؟ احمد فتوح بيتغير. يعني انت هتلاعب الاهلي الشوط الثاني كامل من غير زيزو ومن غير فتوح. انت كسبان 1-0، بس في الوقت ده لو انت تفتكر ان كان فتوح وزيزو هما نجمي نادي الزمالك. فاكرين ولا مش فاكرين؟ فنفضل نلعب ونعجن في بعض للدقيقه 60. يجي المعلم الاقرع اللي كان واقف بره اللي هو جوزيه جوميز اللي انا اصلا مش مقتنع بيه، فيعمل 3 تغييرات لوزعيه ينهكوا نادي الزمالك وينفخوني انا نفسيا لدرجه ان انا سبت الماتش. يوم عامل ايه الباشا؟ فالراجل يطلع احمد حمدي وعبد الله السعيد ويسيب لهم نص الملعب. قاموا مكلميني في البيت قالوا ايه ده؟ الراجل ده بيعمل ايه؟ قلت لهم الراجل ده بيسلمنا للاهلي، الراجل ده عايزنا نتغلب. وسبت الماتش ومشيت لاني قلت خلاص كده حتى الاثنين اللي بيلعبوا كوره في وسط الملعب بتخرجهم لهم، انت عايزهم يفشخونا يا معلم؟ وهوب الاهلي يمسك الكوره ويموتنا ويجيب هدف التعادل. في حاجه احسن من كده؟ لا طبعا. وانت برضه خايف وانا برضه خايف. يقوم جوزيه جوميز باشا مطينها ومخرج ناصر ماهر، اللعيب الوحيد كمان اللي ممكن يعمل لك باص او يعمل لك هجمه او يعمل لك اي نيله او يعمل لك اي نوش في الملعب، لا هو مصمم يخريها. فيطلع ايه؟ ناصر ماهر كمان. فانت فعليا في ارض الملعب بتلعب مع الاهلي من الدقيقه 75 من غير زيزو ومن غير احمد فتوح وناصر ماهر واحمد حمدي وعبد الله السعيد، وبتلعب مع الاهلي بقى بمين؟ الاهلي بجلاله قدره. بتلعب معاهم بمين؟ برؤى ودونجا وسيد نيمار وسيف جعفر اللي ما لعبش قبل كده ولا ماتش في الزمالك، ويعتبر ده اول مره ينزل يلعب مع الزمالك فيلعب مع الاهلي. تخيل. ومتشابه اللي عنده 17 سنه وكام يوم. فيشاء السماء العليم ان انت اللي تضغطهم وانت اللي تجيب الجون الثاني، وكمان الماتش ينتهي 2-1 مع الرأفه. الماتش ده كان المفروض يخلص 4-1 لان متشابه ضيع جون ما يضيعش، وسيد نيمار ضيع انفراد ايه مش عايز اقول لك. انا كنت احطها ويخلص الماتش 2-1، وانت برضه كنت خايف. خايف ليه؟ وادينا كسبنا. نخلص من ده كله بقى ونخش على السوبر الافريقي. فاكر طبعا السوبر الافريقي كانوا عاملين يقول لك هندوس على وشهم و5 و6، نفس الكلام اللي بيتقال دلوقتي. ايه اللي حصل؟ احنا كنا بنلعبهم السوبر الافريقي والحكم بيصفر وانا مش عارف مين الباك الشمال بتاعي، مين بنتايج ده بيلعب فين، والاعلام الكذاب اللي هو مخوفك دلوقتي
صدر لك الكذبه المشهوره، ده لعيب كان بيلعب في اوروبا وطالما ساب اوروبا ورجع مصر اعاره يبقى لعيب فاشل، وانت اقتنعت وانا اقتنعت وكلنا اقتنعنا، لدرجه ان الحكم بيصفر واحنا قعدنا اول 10 دقائق مش مركزين مع الماتش اصلا، مركزين مع بنتايج لغايه ما ارتحنا، قلنا ايه ده؟ الواد ده عنده كوره، فنركز في الماتش. فاكر ولا مش فاكر؟ طب انت دلوقتي خايف ليه؟ مين اللي كسب السوبر؟ انت عملت في السوبر الافريقي ماتش الاهلاويه نفسهم بيقولوا ده اسوأ ماتش لعبناه في 20 سنه. نادي الاهلي بجلاله قدره بافريقيا بقى وكاس العالم والهجص بتاعهم ده، لعبك 90 دقيقه ما جابش فيك كورنر، وانت اللي كنت مقطعه وانت اللي كنت مروقه، وكل الناس بعد الماتش قالت ايه؟ الزمالك كان الاحق ويستحق. ها خايف من ايه دلوقتي؟ نسيب بقى ده كله وندخل على الكارثه الكبيره اللي انت برضه، ايوه انا بكلمك انت، نفس الشخص الجبان اللي هو دلوقتي عرفنا ان ركبك بتخبط. واقول لك على حاجه، كنت انا ساعتها برضه ممكن اكون خايف. ليه؟ لان في ظروف جامده جدا واسباب جامده جدا. هي ايه؟ ان انت لسه كسبان الاهلي، فهم هيبقى عندهم غل، فدي حاجه. الحاجه الثانيه والاهم، انت عندك 2 لعيبه اساسيين محبوسين، وكمان مدير الكوره سي عبد الواحد السيد راح يخرجهم اتحبس معاهم، فانت عندك مشاكل رهيبه في الفرقه ومشاكل رهيبه نفسيه ومشاكل رهيبه بدنيه. اللعيبه اصلا ما اتدربتش وعماله تفكر في زمايلها. طيب ايه اللي يحصل؟ قال لك بس هيشربوا من دمهم بشفاشق كده، هيجيبوا شفاشق ويشربوا من دم الزمالك. واحنا برضو كنا ايه يعني مقتنعين بالكلام، انا 2 لعيبه مش هيلعبوا والدنيا بايظه واللعيبه ما اتمرنتش، فخلاص استسلمنا وقلنا اهم حاجه السوبر الافريقي، فنلعب السوبر المصري وجوزيه جوميز باشا يخري الدنيا اصلا وينزل زياد كمال، فالاهلي يضغط اول ربع ساعه او تلت ساعه، بس الحمد لله ربنا يسترها معانا. يوم جوزيه جوميز ربنا يكرمه ويعدل في التشكيل بس، فنمسك احنا كوره نضغط الاهلي، نعمل في الاهلي اللي ما حصلش، واحنا عندنا الظروف ديت. فانت برضو خايف ليه؟ فاكر الماتش ده ولا فكرك تاني؟ انت جبت جون صحيح 100% للجزيري، والحكم طبعا عرض وحسبها اوفسايد، فانت كنت الاحسن. ولغايه دلوقتي الناس بتقول لك الكره دي جون، وانت عارف ان هي جون وانا عارف ان هي جون، بس ما ينفعش الاهلي يتغلب منك مرتين، مع ان ده مش حقيقي، كان هيتغلب برضه. افتكر بقى بعد ما عدلت التشكيل بتاعك عملت فيهم ايه؟ المسلوسي ضيع جون ما يضيعش في ال6 يارده، يا راجل حرام عليك، ده انا بالسيجاره وانا واقف كده في منطقه الجزاء والكره دي جات لي احطها جون. انت راجل مدافع طالع من منطقه جزائك عشان تكمل في منطقه جزاء الخصم، ولما تجي لك الكره كده في ال6 يارده تشوطها بكل استهتار كده، يا راجل ده انت فقعت لي مرارتي. نخلص من الكره دي، نخلص من الكره دي. الكابتن الجزيري مهاجم نادي الزمالك تيجي له كوره من زيزو ايه؟ لوز مقشر كده، ينكشها كده بوش رجله بره، يا راجل ما تنكشها في الجون يا راجل وخلص الدنيا. نخلص من دي، تيجي لنا كوره كابتن مشلاك اللي هو عجل العربيات ده، انا ما اعرفش اترمى علينا من اي داهيه، كان هيجي لنا سكته قلبيه. الجون فاضي يا راجل، تحطها في الشبكه كده من بره، يا راجل خدها على صدرك نزلها الملعب وببطن رجلك في البعيده، جون ملوش حل، كان هيرجع لك الثقه وكان هيجيب لنا البطوله، وكنا بص هنكسر العالم كله. فنخلص؟ لا ما نخلصش، نيجي نبص نلاقي ان احنا كنا كمان احسن لما ظبطنا تغييراتنا. فنسكت؟ لا ما نسكتش، الماتش يخلص وندخل بقى على ضربات الجزاء، والكابتن حمزه المسلوسي كالعاده يخش يشوط ضربه جزاء. انا لغايه وقتنا هذا وانا بصور لكم الفيديو ده بقول هو شاطها كده ازاي، انا ما اعرفش هو شاطها كده ازاي. فخلاص الماتش بيضيع، فالماتش يرجع لنا تاني والمفروض هنكسب، فكابتن شيكابالا يبقى ليه راي اخر، فانت برضه كنت احسن. انت برضه دلوقتي خايف ليه؟ تعالى بقى اقنعني انت خايف ليه؟ وده اسهل ماتش من ال4 اللي قبل كده، يعني ال3 اللي قبل كده كانوا صعبين جدا وكنا ممكن نبقى خايفين، ده اسهل. هو مين اللي قوى نفسه؟ انت ولا هم؟ لا انت اللي قويت نفسك. انت ما كانش عندك مساكين بقى عندك، انت ما كانش عندك خط نص بقى عندك، انت ما كانش عندك وينجات بقى عندك. هو كان عنده معلول احسن باك شمال في افريقيا وانا بعترف بكده، واتغلب بيه، واللي مسكه عيل عنده 17 سنه مرمطه. خلصنا من الماتش ده، جاب يحيى عطية الله الباك الشمال لمنتخب المغرب رابع العالم كاس العالم بجد. فانت قلت بس يا معلم انسى بقى الماتش، كسبته، وهو كان السبب في الجون اللي انت جبته. عمر فرج اللي انت مشيته ده هو شافه اتخض، لعب الكرة بكعب رجله اتاخدت منه، وطبعا انت فاهم الباقي. ادي ايه؟ يحيى عطية الله. انت بكره هتلعبه بكريم الدبيس، انت خايف من كريم الدبيس؟ كريم الدبيس لعيب جامد وعلى راسي، بس انت بتتكلم في ايه؟ في كتلتين مش موجودين، معلول ويحيى عطية الله. فانت دلوقتي عامل حساب للاهلي وهو بيلعب معاه كريم الدبيس؟ يا عم اجري بقى يا عم، حرام عليك، ده الاهلي الفتره اللي فاتت دي كلها والله العظيم ضعف نفسه. انا بصراحه بفهم كوره، مش شايف النقطه المضيئه بس للاهلي الا ان هي امام عاشور متالق، غير كده شكرا وبلح. فانت يا معلم ايه خايف من ايه؟ انا شايف ان المفروض الماتش ده انا كزملكاوي وانت كزملكاوي نقول هنكسب كام، احنا اللي نكسبهم.
احنا ان شاء الله اللي هنكسبهم، ما تخافش، ما تخليش الاعلام يضحك عليك، ما تخليش السوشيال ميديا تدهورك وتدحورك وتخليك كده امعه. فاهم يعني ايه امعه؟ بعد الفيديو ده تكتب على صفحتك هنكسبكوا كام. انا بقول لك اهو، ثق في لعيبتك، شجع لعيبتك، احنا الاحسن، احنا الاقوى، احنا اللي ان شاء الله كعبنا عالي عليهم، واحنا اللي بعون الله بكره هنكسبهم وهنمرمطهم. اشترك بقى في القناه، فعل الجرس، تابعني وتفائل، واللي جاي ان شاء الله حلو لنادي الزمالك. سلام عليكم.